هلو جن. وفيديو النهارده هيبقى فيديو مقارنات، وانا عارفه انتوا كنتوا بتحبوا زمان فيديوهات المقارنات دي عشان بجيب لكم باختصار منتجين، مش منتج واحد، منتجين او اكتر من كذا منتج اللي كلهم فيهم حاجات شبه بعض، فهقارنهم لكم مع بعض. ده يساعدكم في الاختيار ان انتوا تعرفوا ايه الاحسن بالنسبه لكل نوع شعر، او بالنسبه لك انت احسن من حيث النقطه دي او من النقطه دي. المنتج اللي انا اخترته لكم النهارده هو كنت عملت عنه فيديو برده زمان، عملت عنه فيديوهات كتير زمان، هو ماسك الشعر. وطبعا جيفن ان احنا كلنا يا جماعه بنعاني من جفاف الشعر، يعني سواء حتى البنات اللي شعرها دهني من الروتس، بتبص تلاقي شعرها في الاخر زي ما يكون جاف او تالف او مجهد. انا النهارده شعري شويه جاف جدا، هبقى اقول لكم في اخر الفيديو ايه سبب الحاجه دي. ده بسبب عوامل كتير جدا حوالينا بتؤدي الى جفاف الشعر، من ضمنها طبعا واولها الميه اللي احنا بنستحمى بيها فيها كميه حاجات يا جماعه، رواسب وهيفي ميتالز او معادن تقيله بتفضل موجوده على شعرك ما بتنزلش. بصي على الحنفيه بتاعت البيت اللي بينزل عليها نقط الميه، وبعد ما تنشف هتبصي تلاقي عليها حاجات زي طبقات لايم سكيل وجير وحاجات زي كده، كل ده بيفضل موجود على شعرك. فتخيلي ان ده بيؤدي للجفاف بشكل عامل ازاي. فاحنا شعرنا مش هو ده، والله شعرنا ده الشعر بعد العوامل التعريه. يعني تاني حاجه طبعا الهواء برضو مليان حاجات داست طاير في الهواء، تراب ومع عوادم عربيات ومش عارفه ايه وبتاع. يعني بجد لو استخدمتي مسلر شامبو ده او ماسكات الفحم او كده، هتبص تلاقي نازل حاجات من الشعر فظيعه جدا. غير الهيفي برودكتس كتير قوي بتبقى تقيله اوريدي على الشعر، فبتثبت عليها، فبرغم انها مرطبه جدا بس بتثبت وتتقل على الشعر، فبتؤدي برضو للجفاف. طبعا قله شرب الميه وقله الادب برضو بتعمل برضو جفاف في الشعر. المال نوتريشن او عدم سوء التغذيه، او انت ما بتاخديش فيتامينات للشعر بانتظام، ده برضو حاجه بتؤدي لجفاف الشعر. طبعا في جزء الجينز، يعني ممكن تكون انت وارثه جفاف الشعر ده عن حد من عيلتك، انا وارثاه مثلا عن امي. ده غير الصبغه والهيت والتسريح اللي هو بزياده، والفوطه اللي احنا بنكحت بيها شعرنا. فبجد بجد شعرنا مظلوم جدا معانا، وعشان كده ماسك الشعر ما بقاش حاجه لاكجري، بقى حاجه لازم تحطيها في السيستم او الروتين بتاعك اتليست على الاقل حاجه خالص مرتين في الشهر. بس طبعا ايديالي او الحاجه المثاليه انت تستخدميه مره واحده في الاسبوع، انت مش هتحتاجي اكتر من كده. في بنات طبعا بتعمله كل اسبوع، بس طبعا ده في يعني داون سايد كده، او في مشكله معينه هبقى اقولها لكم لما نخش جوه الفيديو واكلمكم اكتر عن الماسكين اللي معانا النهارده. قبل ما ابتدي المقارنه ما تنسوش لايك سبسكرايب شير، واعملوا اللي هو الزر بتاع الجرس ده عشان يجيلكوا نوتيفيكيشنز كل ما انزل فيديو جديد. البراندين اللي معانا النهارده هتكلم عنهم كتير جدا، لان هم بالنسبه لي يعني زي زمان مثلا قبل المقاطعه شيا مويستر وكانتور. يعني هو ده حلو قوي وده حلو قوي، بس الاثنين غير بعض، والاثنين كل واحد فيهم بيعمل حاجه غير التاني. البراندين دول هم براس وفيفلين. النقط اللي احنا هنقارن ما بينها ان اول حاجه هنتكلم على اليوزر اكسبيرينس او طريقه استخدامه، بيحسسنا بايه لما بنستخدمه، ريحته، الكونسيستنسي بتاعته، العلبه بيتشال بسهوله ولا مش بيتشال بسهوله، الحاجات اللي هي تجربتي اللي هي في استخدامه عامه يعني بتساعدني ولا لا. دي حاجه مهمه طبعا في البرودكتس بتاعتنا. احنا ساعات كتير بنروح للبرودكت لمجرد ان ريحتها احلى، وده في الاكزامبل ده موجود بالذات معانا في الكومباريزن بتاع النهارده. تاني حاجه ان انا هقول لكم برده الافكتيفيتي بقى بتاعته، يعني هحلل لكم الانجريدينتس او الحاجات اللي موجوده جوه كل واحد منهم، وده الاحسن بالنسبه لك ودلوقتي ولا على المدى الطويل وكل الكلام ده. تالت حاجه طبعا البرايس، السعر. رابع حاجه بنلاقيه فين، لان دي برضو فاكتور بيأثر في بنات كتير انها عايزه تلاقي حاجه بشكل اسهل. انا مش لازم اقعد اعمل خطوات كتير قوي عشان اوصل للمنتج او ان انا اشتريه. نهايه التقييم هيبقى عندنا وينر، حد فيهم هيكسب التاني، هنعرف مين فيهم اللي كسب او محدش كسب، او حد فيهم كسب بالنسبه لي انا بس ممكن يكون بالنسبه لكم انتوا حاجه تانية. طيب هنخش بقى على الفيديو على طول. اول حاجه بتاع براس وبتاع فيفلين. طبعا فيفلين هم ملوك الريحه، فدي اول حاجه في البوينت بتاعت اليوزر اكسبيرينس، ان الى حد ما فيفلين هيرضي اذواق بنات كتير من حيث الريحه اكتر من براس. دايما براس هم واخدين سكه ان هم very conscious او براند واعي جدا، يعني هو عارف بالظبط هو بيعمل ايه. يعني هو بجد لو وعدك ان هو هينقلك شعرك، هو هينقلك شعرك بجد. فيفلين مش بيوعد بده، فيفلين بيوعد بيوزر اكسبيرينس. فالنقطه دي ديفينتلي هتروح لفيفلين اكتر من براس، لان هم فعلا بيعرفوا ازاي ان هم يخلوكي مبسوطه وانتي بتستخدمي الموني. الكونسيستنسي بتاعته كده تقيله الى حد ما، مش خفيفه، ومش بتملت بسرعه قوي، يعني مش بتدوب بسرعه قوي جوه الشعر، يعني بتقعد، يعني هي تقيله شويه وريحتها قويه جدا.
لو انتي من عندك اسما او لو معدتك قلب او كده هتحسي ان الريحه قويه جدا في الاول، وبعد كده لما بتشطفيه من على الشعر وتسيبيه من الشعر بتعيشي يومين في هنا، شعرك عمال يطلع روايح انتي مش مصدقه الجمال والعظمه دي. فريحته بالنسبه لده هو ريحته هم مسمينها هيربل او حاجه زي يعني عشبيه شويه، بس هي بصراحه ريحه انا عمري ما جربتها في حاجه قبل كده. تاني حاجه براس بقى، براس مش بيعمل كده، براس ما بيحطش فريجرنس، ما بيحطش بارفان، براس ما بيعملوش كده. انا اعتقد يعني بما ان هم كونسيستنت او مستمرين قوي في قصه ان هم ما بيحطوش بارفانات على البرودكتس بتاعتهم، فانا اعتقد ان هم فاهمين ان البارفانات دي يعني بتدمج الشعر، بتتلف الشعر. يعني الجزء يعني انا اي برودكت يقول لك ان انا حاطط لك فريجرنس اعرف ان هو ممكن يكون انا ما عنديش سيليكون ما عنديش سلفيت، بس حط بقى حاجات بتاذي الشعر اكتر في الانجريدينت اللي بيحط لك الريحه دي. فده انتوا مش هتشوفوه خالص مع براس هم حتى لما بيحطوا ريحه بيحطوا ريحه حاجات طبيعيه. فهو ريحته مش هي ريحه حاجه انا كنت زيت من الزيوت انا كنت بستخدمها زمان. هو ممكن يكون ريحه الارجان اويل او الجوجوبا اويل، يلانج معرفش، هو في ريحه حاجه طبيعيه قوي، زي مثلا الروائح اللي ممكن هتلاقوها مثلا في الاسنشال اويلز بتاعت مثلا بلاك لوتس، يعني ريحته ريحه طبيعيه، ريحه الزيوت اللي موجوده فيه، فهم مش حاطين فيه فريجرنس. بالنسبه لي انا كيوزر اكسبيرينس انا احب كده اكتر، انا احس ان ده مش بيأذي شعري. الكونسيستنسي بتاعته اخف شويه من براس او اخف كتير، مش بتملت قوي زي مثلا شيا مويستر كان بجد اول ما تحطيه في شعر بيدوب بسرعه جدا، بس هو برضو بيبقى خفيف قوي على الشعر وبينزل بسرعه قوي مع الشعر. ده اول يعني فرق ما بينهم، ده ريحته احلى بس ده بينزل اسرع من الشعر وخفيف جدا جدا على الشعر، يعني اول ما بتخشي تحت الميه بيروح نازل على طول ويسيب افكت النعومه بس، لكن ده بتحتاجي تشطفي شويه ويستحسن كمان لو تغسليه بشامبو لان هو بيبقى تقيل شويه. تاني نقطه بقى الافكتيفيتي او تاثيرهم على الشعر. الاثنين فيهم ارجان اويل والاثنين فيهم عدد من الاويلز كتير جدا. لو هنتكلم ان الاثنين فيهم لافندر اويل، يلانج اويل اللي هو بيعمل الريحه الجميله دي، الاثنين طبعا فيهم شيا باتر او زبده الشيا، ده فيه اويلز اكتر، ده فيه جوجوبا، سيسمي، ماكاديميا، كوكونات، جوز هند وماكاديميا وزيت سمسم وزيت روزماري، زيت بالمروزا، مش عارفه يعني ايه، لانج ولافندر، دول بيتهيألي اكتر لتحفيز الشعر وان هو يعملوا كمان ريحه في الشعر عشان هم مش حاطين فريجرنس. طب من حيث بقى الافكت يعني التاثير بتاع الاثنين، بالنسبه لفيفلين ماسك قوي قوي تقيل قوي، يعني انت لو حطيتيه وحطيتي عليه ليد كاب هتلاقي شعرك ده انسي الفرز، مفيش فرز بقى خلاص، يعني بتلاقي شعرك نازل قوي جدا. يعني الفرق ما بينهم ان ده بيديكي قوه، يعني بتحسي ان شعرك زي ما يكون مسك نفسه كده، يعني هو فيه تقريبا معرفش ايه الانجريدينت بتاعت البروتين اللي بيحسسك ان شعرك زي ما يكون اتعالج وترطب الى حد ما، فبيديكي شعر ماسك نفسه مترطب الى حد ما وفي نفس الوقت ايه لامم نفسه. بالنسبه بقى للبراس زي ما قلت لكم هو بيتغسل بينزل مع الشعر بسرعه جدا. الفرق بقى ان ده كل منتجات براس فيها الادج بتاع ان هي خفيفه جدا على الشعر فبتشطف بسرعه جدا، وحاجه تانية ان هي ما بتحرمش الشعر من الفوليوم بتاعه. فعشان كده انا بالنسبه لي انا بفضل براس ليه؟ لانه خفيف قوي على الشعر وبيسمح لي ان انا يديني الفوليوم بتاعي. انا النهارده مثلا مستخدمه فيفلين فبيسيب الشعر بالفوليوم بتاعه، يعني لو شعرك خفيف روحي لبراس، هو منتج اخف وفي نفس الوقت هينزل من على الشعر بسرعه وفي نفس الوقت مش هيحرم الشعر من الفوليوم بتاعه. لكن فيفلين شويه هتبص تلاقي شعرك يعني زي ما يكون ايه اتهد كده، يعني نزل شويه. بالنسبه الاثنين مش هتلاقي فرز بعديهم ابدا. بالنسبه برضو للنعومه لا براس، يعني براس لو انت عايزه تمسكي شعرك تحسي بسوفتنس كده، تحسي ان شعرك ناعم. يعني انا فاكره اول مره بعد ما استخدمت براس كذا اسبوع ورا بعض وكنت قاعده في كافيه وبعدين حطيت ايدي في شعري كده قلت اوف لقيت شعري ناعم. هو النهارده شعري في حاله مش حلوه بس يعني لقيت شعري ناعم جدا، سوفت يعني ناعم على الايد كده. فلو انت عايزه نعومه وفوليوم روحي لبراس. لو انت عايزه ان انت شعرك تقيل جدا وهايش جدا وعايزه تنهي موضوع الهيشان وتقللي شويه الحجم ده روحي لفيفلين. تالت حاجه البرايس، السعر.
ده سعره كان حوالي ده انا بتهيألي هو بيجي ب 300 و 500 مللي. ده بيجي اوريدي 500 جرام على طول، فبتهيألي ده اكبر من ده. بس هو ان الفرق ان فيفلين هتلاقيه بتهيألي ب 390 كان الحجم ده، وكان الحجم الاكبر ب 600 حاجه زي كده يعني. وده كان سعره 300 جنيه على طول، هو ما بيقلش وما بيزيدش عن كده في الرينج ده. بس الفكره ان ده عشان خفيف فانت هتاخدي منه كتير، بالذات لو جبتي البوستر اللي هم منزلينه الفتره دي هتحطي منه كتير علشان تحطي البوستر عليه وتقلبيه وتحطيه على شعرك، فده بيخلص بسرعه يعني. بصوا انا خلصت قد ايه. ده انا هما الاثنين جبتهم تقريبا في نفس الوقت، لكن بصوا ده تقريبا لسه بحاله، لان انا بستخدم من ده زي ما بيقولوا a little goes a long way، يعني ده بتستخدمي منه حبه قليلين جدا. ما انصحكيش ابدا تكتري من ده لانه بجد برودكت تقيل، فما تحطيش منه كتير وهتلاقيه بيعمل نفس التأثير. لكن ده هتحطي براحتك، لو حطيتي قليل هيشتغل، ولو حطيتي كتير هيشتغل احسن واحسن. وده يستحسن ان انت تستخدميه مع هيت كاب باي ذا واي، يعني ده لو حطيتيه وحطيتي عليه فوطه سخنه او الكاب اللي هي بتجيبوها من نون او امازون او كده وبتسخن الشعر، هتلاقوا نتيجته مش طبيعيه جدا. فمن حيث السعر هنقول ان الاتنين ده طبعا سعره احسن، بس الفكره ان ده بيقعد فتره اطول بالنسبه لسعره، عشان كده فانتي لو معاكي الفلوس دي هتلاقي ان ده الاتنين تقريبا فاكتور السعر مش فارق. اخر حاجه بقى الاكوزيشن، او انتي بتشتريه ازاي، ان بتوصلي له ازاي. فيفلين بتطلبي من على الويب سايت، هم بيجوا من خلال ارامكس. ارامكس هم عندهم مشكله حقيقي ان هم ما عندهمش فكره ان هم يتصلوا بيكي قبل ما يجوا، فانتي وحظك، هم جم على الباب وانتي في البيت تمام، في حد بياخد منهم الاوردر تمام. لكن لو انتي عايشه لوحدك او مش فاضيه او خرجتوا في البيت او عملتوا اي حاجه مش هتوصلي لهم ومش هيجي تاني. ومع ذلك هم كانوا موجودين في صيدليه بلوم، هم الاثنين موجودين في صيدليه بلوم. وبلوم ليها فرعين، في فرع في مصر الجديده وفرع في التجمع. الناس بقى اللي عايشه بره المنطقتين دول انا معرفش بصراحه. براس كمان موجود، الاثنين تقريبا موجودين على رابط. وفيفلين بدا ينتشر في بعض الصيدليات، فانتي من حيث اللي انت تشتريه اسهل لك هتلاقي فيفلين اسهل لك. فيفلين منتشر اكتر يعني، مع الانتشار براس هو نيش اكتر، يعني حاجه انت بتحاولي توصلي لها. ومع ذلك براس بيجوا بشركه بوسطه تقريبا، وتقريبا بتطلبي الاوردر النهارده بتبصي تلاقيهم بيقولك تاني يوم وبيتصلوا. انا بصراحه اليوزر اكسبيرينس بتاعتي في الشراء مع براس احسن من فيفلين، لان هم على طول ستوكت، يعني على طول موجود ستوك موجود في بلوم، فاي منتج انا عايزاه هلاقيه في بلوم. وكمان براس موجودين في ميزون 69 للناس اللي عايشين في التجمع، كل البرودكتس موجوده في ميزون 69. النقطه بقى اللي هتحسم المقارنه دي هي الفكره بتاعه الكونشسنس او الوعي. المفروض ان البرودكت ده دلوقتي ما بقاش موجود في الماركت، اللي هم عملوا زي ريبراندنج لكل البرودكتس بتاعه فيفلين. في الماسك ده لو بصيتوا على الانجريدينتس مش هتلاقوا سيليكون. حاجة تانية ان هم كاتبين اوريدي على الوش ان زيرو سلفيت زيرو سيليكون وزيرو كولورنس، لا بيلون الشعر ولا في سيليكون ولا في سلفيت. ده البرودكت ده. بس however بقى البرودكتس الجديده اللي نازله هم عملوا 3 لاينز، في كل لاين منهم فيه ماسكات، فده ما بقاش شكله كده خلاص، وده مش موجود في الماركت خلاص anymore. ده هيبقى نفس اللاين، ده بقى اسمه ارجان، اللاين الارجان هم مسمينه كده ومنزلين ان هو المفروض نفس الفورميلا ونفس اللون، بس للاسف لما بصيت عليه على الويب سايت لقيت فيه سيليكون. دي كارثه، لان فيفلين عندهم ان كل الشامبوهات بتاعتهم سلفيت فري، فانت عندك ماسك وكونديشنر وسيرم، 3 حاجات بيدخلوا لك سيليكون في الشعر. ده غير ان كمان الاويلز اللي هم بيحطوها بالذات في الماسك وفي في السيرم مليانين سيليكون ومليانين اويلز تقيله جدا على الشعر، وهو اصلا برودكت تقيل. فلما يكون برودكت تقيل فيه سيليكون وفيه اويلز تقيله، يعني ما بينزلش بالشعر بسهوله، وبتستخدميه مفروض ان كل اسبوع، وبتستخدميه بشامبو ما فيهوش سلفيت، تتوقعي ايه؟ قشره، الشعر بيقع من الروتس، الشعر زي ما احنا شايفين كده مهوي ومتكهرب من كتر الريزيديو او من كتر ما هو اتكتل على الشعر. دي بقى النقطه اللي انا حبيت احسن بيها تماما الفيديو ده بالنسبه لي وبالنسبه لكم. لو هتستخدمي فيفلين يا ريت تكوني من الناس اللي بتستخدم سلفيت شامبو علشان تقدري تنزلي كل الحاجات دي. تاني تip ان انت ما تحطيش كتير، لا من الكونديشنر ولا من السيرم ولا من الماسك.
ما تحطيش كتير على شعرك منهم، حطي نقطه صغيره وميك شور ان انت تغسليه. لو هتستخدمي مره من غير سلفيت، على الاقل المره اللي بعدها لازم تكون بسلفيت عشان تعرفي تنزلي كل ده. وانا مش بفهم الصراحه اي براند في الدنيا تكون منزله لاين يكون الكونديشنر فيه سيليكون والشامبو مفيهوش سلفيت ليه. وبستغرب حاجه تانية اكتر برضو، ده سؤال لكل الشركات، ليه بتنزل لي منتج كونديشنر او ماسك ومكتوب عليه سلفيت فري؟ السلفيت ده كلينزنج فاكتور، يعني حاجه لتنظيف الشعر، هو الكونديشنر ما بينضفش الشعر. فدي مش معلومه، كاني بقول لك مثلا يعني دي مش معلومه اصلا، ما هو مش مفروض ان الكونديشنر يبقى فيه سلفيت. فلما تلاقي كونديشنر مكتوب عليه سلفيت، انا الصراحه بقفل من البراند تماما. الكونديشنر انا عايزه اعرف اذا كان فيه سيليكون ولا لا، وعملت لكم فيديو قبل كده عن الموضوع ده. الشامبو انا عايزه اعرف هو فيه سلفيت ولا لا. فما ينفعش تقولي الشامبو ما فيهوش سيليكون، دي مش معلومه. ما ينفعش تقولي الكونديشنر ما فيهوش سلفيت، لان برضو دي مش معلومه. عشان نحسم المقارنه دي، لو انت اوبسيست بالريحه، ده ما فيش في الدنيا ريحه دلع زي ريحته. لو انت بتستخدمي شامبو سلفيت وبتستخدمي سيليكونز عامه ومش عامله النظام ده، وما اعرفش انت ليه لسه بتعملي كده، بس اكيد هتروحي لده. انا بالنسبه لي انا هو وي هاف بتهيألي ا كلير وينر اللي هو بروس. سعره تحفه، شكل الباكج رقيقه قوي وبناتي قوي، باكج كبيره جدا بسعر كويس جدا، بيعمل نعومه للشعر، مش بينزل من الحجم بتاع الشعر، ده بينعم، بيدي سوفتنس للشعر وبيخليه بالفوليوم بتاعه، ما فيهوش اي روايح ممكن تعمل اريتيشن لشعري. فطبعا اي هاف ا كلير وينر بالنسبه لي انا هو بروس. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، وقولوا لي يا ريت على برودكتس ثانيه عايزيني اقيمها لكم. انا فيديو النهارده يكون ساعدكم في الاختيار، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. ثانك يو وباي باي.